بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في ماتش منتخب مصر وغانا يعني كانت بدايه كويسه طبعا منتخبنا الوطني. طبعا كان اسلوب الضغط على الخصم ده كان اهم شيء كان المفروض يعمله مستر برادلي، لانه اولا طبعا نتيجه المباراه الاولى بتحتم ان هو ينزل ضاغط، ثانيا هو بيلعب على ارضه. لو شفنا المباراه مستر برادلي يعني لعب بطريقه 4-2-3-1، ودي الطريقه المثلى في التوقيت او الطريقه الحديثه في الكره العالميه اذا كنت تريد ان تكسب المباراه. لكن برضه لما هنيجي نشوف ان منتخب غانا رغم ان هو فايز لكن برضه تقريبا هو بيلعب نفس الطريقه برضه 4-2-3-1، ولكن مفيش يعني افكت هجومي او تأثير هجومي كبير نتيجة الضغط العالي اللي بيضغط بيه منتخب مصر عن طريق نص الملعب. كهربا ومحمد ابو تريكه واحمد فتحي اللي قايمين بدور كبير جدا، لكن طبعا يؤخذ على المدير الفني ان هو كلاعب ناشئ لسه او ما عندوش الخبرات زي كهربا ان هو يبقى موجود في الملعب. وللاسف احنا خسرنا تغيير كبير كنا ممكن نبقى نحتاجه في الشوط الثاني بتغيير كهربا لمحمد ناجي جدو، لكن هنقول ان مستر برادلي ابتدى بشكل ضاغط، وطريقه اللعب دي هي الطريقه المثلى ان انت بتلعب على الجناب وبتلعب باختراقات من نص الملعب. ولما نشوف محمد صلاح دايما مايل ناحيه اليمين وبيحاول يخترق، لكن طبعا التكتل الدفاعي لمنتخب غانا بيخلي المنطقه زحمه جدا، منطقه 18. بس للاسف برضو في نقطه ان عمرو زكي دايما بيبقى لوحده جوه ال 18، مفيش تكمله عدديه من اللعيبه، ودي في حد ذاتها بتخلي ان عدد المدافعين لمنتخب غانا اكتر من المهاجمين المصريين، فبالتالي التاثير الهجومي على المنتخب الغاني او المرمى الغاني بيبقى ضعيف جدا. نتمنى ان احنا نشوف الماتش الشوط الثاني اداء افضل من كده، ويفضل الحماسه والاصرار والضغط على الخصم بالشكل اللي احنا كنا شايفينه في الشوط الاولاني، مع تغيير التكتيك بنزول بقى جده لما نزل يبقى بجانب عمرو زكي، لان هو لوحده يعني بيبقى وسط غابه من سقان الغانيه بتبقى فيه مشكله كبيره للوصول للمرمى غانا. نتمنى ان شاء الله الشوط الثاني يعني مباراه جيده ونتيجه جيده بغض النظر عن الوصول والهدف اللي احنا كنا كلنا نتمناه، الوصول لكاس العالم. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني الشوط الثاني ان شاء الله، ونشوفكم بعد الشوط الثاني.